والله يا ايمن، كان في ظروف والحمد لله ربنا ازال هذه الغمه يعني. وان شاء الله باذن الله تعالى. على فكره انا بحب الجو ده جدا، يعني بحب يبقى في غمام مفيش شمس يعني وكده. وانا بحب البحر جدا بس مش جوه، انا بحب البحر من على البر يعني. فانا لقيت فرصه النهارده ان احنا خلصنا تمرين بدري وعندنا ماتش بكره على القناه ان شاء الله. فانا مش عايز اروح البيت بدري. انا بخرج بدخل البيت بعد صلاه العشاء ما بطلعش تاني. فانا مش عايز ادخل دلوقتي من دلوقتي يعني. يا ترى بتعمل ايه على البحر يا كابتن؟ انا بس الطقوس ببص للبحر. بتاعتك. ابدا ما ببص للبحر. بس انا طبعا كان المفروض في برنامج رياضي، باجي هنا بمشي كل يوم الصبح بعد صلاه الفجر وكده. بس الايام اللي فاتت دي كان فيها شويه عصبيات، عصبيه شويه في الشغل، كنت مكسل شويه. لكن انا بحب البحر جدا، ويعني بحب منظر البحر خاصه طبعا في اوقات الشروق والغروب. بيزيل البحر من همومك ومشاكلك يا كابتن، ولا بتقول لا، له ايه؟ الجو ده اللي ما حدش يطلع فيه يبقى غلطان بصراحه. الجو ده جميل جدا، وانا بحب الشتاء اصلا. وانا يمكن انا قلت لك اللي في مصر. طب بالنسبه لمشاكل النادي المصري وامور النادي المصري شايفها ازاي الفتره المقبله؟ والله ان شاء الله. بص، النادي المصري اللعيبه لازم تفهم، والجماهير ان النادي لازم هيمر بصعاب السنه دي، مواقف صعبه جدا لازم هنقابلها كلنا. ولازم نبقى اقوياء، لازم نبقى رجاله، ولازم نبقى متعاونين مع بعض. وانا برضو بحس يعني مش هقول لك بمنتهى الصراحه، انا برضو بحس ان في ناس من بورسعيد نفسها مش عايزه خير للنادي يعني. انا ما اعرفش ازاي يعني الكلام ده. وارجو ان يعني احساسي يعني انا ما بدورش، لان انا ما بقعدش مع حد ولا ليا اعداد في بورسعيد. انا من النادي للبيت ومن البيت للنادي يعني. ف ان في بعض الناس مش عايزه الخير للنادي. انا ما يعني حاسس ان كل بورسعيد بتموت في النادي المصري، وده اللي انا واثق فيه. بس في بعض الناس قليلين جدا مش عايزين الخير للنادي المصري. فانا بقول للعيبه، وبقول لمجلس الاداره، وبقول لجماهير النادي، وبقول للناس كلها في بورسعيد ان السنه دي سنه صعبه على النادي، ولازم نقف مع بعض، ولازم نتكاتف، ولازم نقابل المواقف الصعبه بمنتهى الرجوله وبمنتهى الشهامه. لان النادي المصري يستحق الكلام ده يعني. النادي المصري يستحق ان احنا نكافح ونناضل من اجله يعني، من اجل النادي المصري يرجع تاني قلعه خضراء كبيره في مصر زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكده. اشكرك جدا يا كابتن.